السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير يا رب. البداية نصلي على النبي ونذكر الله ونقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل أكلة حلوة جميلة بسيطة ويعني على قد الإيه. بس قبل ما نقول نوع الأكلة إيه تعملوا لنا إيه بقى؟ تعملوا لي إيه؟ زر الجرس والاشتراك في القناة وإيه و خلاص، يعني اعملوا لي فعلوا لي زر الجرس ولايك ومتابعة خلاص، ونتوكل على الله ونشوف ايه نوع الاكله. نوع الاكله هنعمل كفته في الفرن. الكفته دي زي كفته الحاتي بالظبط، ما بحطش فيها اي حاجه وبعملها في الفرن، واعمل مكرونه محمره بالطماطم بس. حاجه بسيطه وتاكل وتتبسط وكلنا ناكل ونتبسط. اهم حاجه طبعا هتقولي لي الكفته ازاي؟ الكفته بجيب كيلو كفته، كيلو، وبجيب ربع كيلو بوش من عند الجزار، وبفرم الكفته وبفرم البوش مرتين عشان تبقى ناعمه جدا. بفرمها مرتين عشان تبقى ناعمه. هي دي كفته الحاتي. هقول لكم بقى المكونات هنعمل ايه وايه، بس اوعوا تنسوني تفعلوا لي زر الجرس وتشتركوا لي في القناه، تعملوا لي لايك. خلاص يلا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. نتوكل على الله بقى نعمل ايه؟ المكرونه المحمره. نعملها ازاي؟ هنعملها ازاي؟ الاول هولع البوتاجاز بتاعي اهو. ولعنا البوتاجاز بتاعي. حطيت ايه في الحله؟ حطيت شويه زيت، شويه زيت صغيرين اهو، شويه زيت. خلاص اهو ولعنا. هنعمل ايه بقى؟ هنقوم حاطين المكرونه بتاعتنا اهي في الايه؟ في الحله. حطيناها في الحله اهو، وهنقعد بقى نقلب فيها لغايه ما تحمر، وبعد ما تحمر هوريكم هنعمل ايه. شايفين يا جماعه بتبتدي ايه؟ تحمر معايا اهي. خلاص عبال ما تحمر بس ايديا فيها، لازم ايدينا فيها. عبال ما تحمر هعمل ايه؟ تعالى ايه؟ نعمل الكبده الكفته اهو. قعدنا محمر. هعمل ايه بقى؟ هحط الايه؟ الملح اهو. الملح بتاعي اهو، بس ما بحطش ملح كتير خالص. حطيت الملح واقلب اهو اهو، واقعد اقلب اهو اهو. وانا بحط الملح اعمل ايه بقى؟ احط ندعه سكر تاني، احط ندعه سكر تاني. اديني بقلب اهو، شايفين؟ واقوم حاطط ندعه سكر، ندعه سكر. السكر مش عايز يزيد. حطيت ندعه سكر واقلب اهو. خلاص اعمل ايه بقى تاني؟ اقوم جايب الطماطم بتاعتي، جايب معجون طماطم اهو. ادي الطماطم بتاعتي معجون اهو. خلاص اهي اهو، بس كده. واقوم عامل ايه بقى بعد كده؟ اقوم مقلب اهو اهو، هقلب. واقوم جايب ايه؟ انا عندي بقى طماطم بتاعتي، انا عندي طماطم اهو، طماطم اهو حلوين اهو. خلاص واقوم مقلب. هقوم عامل ايه تاني بقى بعد كده؟ هقوم جايب الميه. خلاص حطينا المعجون الطماطم، وحطينا طماطم كانت مسبكه عندي. اللي عنده طماطم فريش يحصر ويحطها، اللي عنده طماطم فريش يحصر ويحطها، اللي عنده طماطم معجون يحط المعجون. الاتنين ينفعوا، الاتنين ينفعوا. انا حطيت النهارده المعجون، وكان عندي طماطم انا مسبكها في الثلاجه حطيت منها، دي زي دي. لما بيكون ما عنديش المعجون بعمل بالفريش. خلاص اهو، وادي اهي. شوفوا الميه قد ايه؟ الميه اهي، بحطها بقى واعلي الميه اهي اهي. شفتوا بقى حلوه ازاي؟ اهي. بس كده اسيبها بقى تغلي وتستوي واغطي عليها. نتوكل على الله عبال ما المكرونه تتحمر. احضر بصلايه واحطها في الكبه اهو، احطهم في الكبه. خلاص وايه بخليها ناعمه جدا جدا اهي. اهي البصله اهي
وادي اللحمه اهي. لما اعملها عايز اقول لكم، لما اعمل الكفته على الفحم بحصر البصل. لما بعمل الكفته على الفحم، لما بعملها على الفحم بمسك البصل احصره. لما بعمل الكفته على الفحم بمسك البصل احصره. الفرن ما بحصرش البصل، ما بحصرهوش، يعني ما بخلوش ينزل منه الميه. احط ندعه ملح، ندعه اهو على البصلايه، ندعه، واحط ندعه فلفل اسمر اهي، ندعه برضه اهو، بس كده خلاص. هقلب المكرونه خلاص. ادي الكفته بتاعتنا وفرمت البصل لما باجي اشويه على الفحم، الكفته لما باجي اشويها على الفحم امسك البصل ده احصره، انزل منه الميه واحط. لكن انا هعملها في الفرن بحطه كده على طول، ما بحصرش البصل. بحط شويه ملح وشويه فلفل بسيط جدا، واقوم عامل ايه بقى؟ اخلطهم كلهم على بعض اهو. بصوا بخلطهم كلهم على بعضهم اهو. خليهم كلهم مع بعض ناعمين حلوين اهو. خلاص اهي، واسيبهم بقى شويه ياكلوا مع البصله على بقى. ونصبح الكفته اهي. انا عندي سيخ اهو، السيخ ده اللي بشوي عليه الكفته. بدل السيخ عندي كذا واحد اهو. بعمل اهو، شايفين؟ صلوا على النبي، وما تنسوش تعملوا تشتركوا في القناه وتفعلوا لي زر الجرس. خلاص اهو. بصوا اذكروا الله. بجيب الكفته واصبحها اهي. خلاص دي اهو. عبال ما اخلص زول هوريكم وصلت للاخر فين. الحمد لله خلصنا الكفته اهي، صبعناها. ما بحطش عليها بقى اي حاجه عشان لما تيجي تاكليها تحس بطعم الكفته الجميله. بحطها في الفرن، هولع الفرن واحطها. بس قبل ما اولع الفرن زي ما قلت لكم ما تنسونيش في اللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه. محبه. هقوم مولع الفرن. الكفته بتاعتنا اخبارها هنفتح الفرن ونتوكل اهو. شايفين يا جماعه الكفته؟ شايفين؟ اهي. هقوم عامل بقى؟ اقوم جايب معلقه اهو، اعملها كده واقلبها الناحيه التانيه اهي. اقلبها الناحيه التانيه اهي كده. اقلبها كده عشان تاخد التحميره بتاعتها دي، وتاخد التحميره من تحت وتاخد التحميره من فوق. شوفوا انا ما حطيتلهاش اي حاجه، ايه بقى؟ ده؟ دي الدهون اللي فيها مع مع الميه، بتصفى الميه. اقوم اهي اقلبها كلها. بصوا يا جماعه، قلبت الكفته بتاعتي اهي، قلبتها. هخليها بقى تحمر من فوق تاني اهو. هقوم مولع عليها من فوق. توكل على الله بقى. نجيب طبق حلو زي ده ونحط عليه شويه بقدونس اهو، ونقوم مطلعين بقى كفتتنا من الفرن. طبعا احنا ولعنا، قلبنا الكفته وحمرناها من فوق. نتوكل على الله نشوف اهي. طلعتها اهي الكفته بتاعتي. شايفين حمرا ازاي؟ شايفين؟ ولا لازقه ولا حطيت لها ميه ولا حطيت لها اي حاجه. خلاص هعبيها بقى في الاطباق. هعبيها في الاطباق كده. الحمد لله خلصت المكرونه بتاعتنا. تعالوا اتفضلوا اهي. والكفته بتاعتنا اهي. بصوا عامله ازاي؟ بصوا الكفته، بصوا من جوه عامله ازاي. شايفين؟ اهي. ادي الكفته بتاعتنا وادي المكرونه بتاعتنا، والحمد لله رب العالمين. وكده اقول لكم انا متشكر ان انتوا بتتفرجوا عليا او بتتابعوني. بس امان عليكم، اوعوا تنسوني تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه، وتعملوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.